مساء الخير، مساء العافية. مثل ما تشوفون من مقدمة الفيديو، اليوم الفيديو مالتنا فشي بسيط وكل الناس تحبه، أغلبية الناس يحبوه، هو الكباب. لكن هالمرة مقلي، ومثل ما تشوفون شكله مثل الكباب المشوي. طريقته سهلة، ما يحتاج لمكونات هواية. طبعا مثل ما تشوفون موجود البصل والطماطم وأيضا الفلفل الأخضر، وكلهم بطريقة مقلية. هلا، شلونكم؟ أخباركم؟ هذا شنو؟ هذا الكباب، كباب مقلي لكن الطعم مشوي، فشي رهيب كلش حلو. طبعا هنا تشوفون مستوي من الداخل، والطعم فشي كلش حلو. تابعوا الفيديو للنهاية حتى تشوفون الطريقة، وكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بالطريقة. ألف عافية على قلبي وألف عافية على قلوبكم. يلا تعالوا على الفيديو، خلينا نسوي الكباب. هسه راح نجي على المكونات اللي نحتاجها حتى نسوي الكباب المشوي. هنا نحتاج لحم مفرش، يفضل يكون اللحم مفرش وبيه شوية لية أو دهن. طبعا أنا ثرمته بدي اللحم، ونحتاج إلى وعاء حتى نخلي اللحم بيه. هنا أنا استخدمت طاسة أو وعاء، شلون ما تسموها سموها، المهم حتى أقدر أمزج كل المكونات. ونحتاج إلى بصل، مثل ما تشوفون عندي 7 بصلايات، 3 راح استخدمهم للقلي، و4 ل3/4 الكيلو من اللحم الممزوج مع اللية أو الدهن. طبعا قصدي بالدهن هو الشحم. الفلفل الأخضر نحتاجه أيضا كمقبلات للكباب. طبعا راح أترم البصل. استخدمت أسهل طريقة وأسرع طريقة. حاليا الناس تحب السرعة، فحاولت أوصل الفكرة أسرع ما يمكن أو أفضل وأسهل ما يمكن. فاستخدمت محضرة الطعام، أربع أربع بصلايات مع 3/4 الكيلو البصل. فهنا إذا أقطع كل بصلاية 4 قطع، بدي أخليها في محضرة الطعام. بعد ما خليت كل البصل، راح أحاول أضربه بالخلاط أو محضرة الطعام حتى أحصل على بصل ناعم كلش. وبعدين راح تشوفون من تمشون الفيديو، راح تشوفون راح أصفي البصل وأوخر، أعزل المي مال البصل عن البصل، وأخذ بس المونة مثل ما نقول من البصل المثروم. أكيد راح تلقون شوية قطعة قطعتين ممكن ما مثرومات، ممكن توخروها أو ممكن تثرمون تعيدون ثرمها، تبقى الخيار يمكم شلون انتو تحبون. فمحضرة الطعام مالتي مثل ما تشوفوها صغيرة، كل واحد وإمكانيته. ممكن عندكم مثرامة لحم، يعني حسب الإمكانيات اللي عندكم، ممكن تثرمون ناعم حسب انتو شلون تحبون وشلون تريدون. هنا بعد ما ثرمته جبت صحن أو ماعون مثل ما نقول احنا بالعراقي، وراح استخدم المصفي حتى اقدر اصفي البصل واستخرج المي مالته حتى اخذ بس المونة مال البصل من عنده. مثل ما تشوفون دا احاول اضغط على البصل بالمصفي ودا اصفي المي. وهنا عندنا يعني شوية شوية مثل ما نقول استخرجت كل الكمية اللي اريدها من البصل المثروم والمي مال البصل. طلعت تقريبا 4 ملائق من هذه الكمية اللي اني ثرمتها. تقدرون تستخدمون يديكم اذا ما عندكم مصفي يعني، بس ما اتوقع بيت ما بيه مصفي. فالمهم انه شرط تعصرون المي البصل عن البصل، وهاي الكمية راح اخليها فوق اللحم اللي مثروم. وهذا مثل ما تشوفون مي البصل نوخره جانبا او نضعه جانبا. خاف ناس ما تفهم شنو معنى الوخرة باللهجة العراقية، احنا نقول نوخره على صفحة. فمثل ما تشوفون اكو قطع عندي ما مثرومة، وخرتها عزلتها على صفحة، وظليت اخلط وامزج باللحم مع البصل حد ما يعني يتماسكون ويتوزع البصل على كل كمية اللحم الموجودة عندي. فبعدها بعد ما تأكدت انه كل الكمية
تمازجت البصل مع اللحم راح اجيب نشا. نحتاج هنا النشا، طبعا الملعقة او الخاشوقة اللي استخدمتها للنشا كانت كبيرة، فحسب الملاعق اللي عندكم، اذا ملعقة صغيرة او خاشوقة صغيرة سووا خاشوقة ونص. اني هنا كبيرة كلش فاستخدمت بس ملعقة واحدة او خاشوقة واحدة. وتحاولون تخلطون. طبعا اني يعني استخدم على قولتنا عينك ميزانك بالملح. طبعا الملح حسب ما انتم تحبون شلون المذاق تكون مالح او متوسط، فاني عينك ميزانك خليت الملح. اكيد راح تذوقون، راح تشوفون كمية الملح اذا مناسب ولا لا. راح اظل اعجن بيها لحد ما اتأكد انه الملح مع النشا يعني صاروا سوية. بعدين اخليها وين بالثلاجة فد نص ساعة حتى تتماسك. بس قبل كل شي جربوا. فاني حاولت انه اقدر اللي الناس ما عندهم مثلا، فسويتها بالخاشوقة. العود مال خاشوقة او عندكم شفشير مثلا او اي شي يعني، او ممكن شيش مال كباب تستخدموه حسب الامكانيات اللي عندكم. فحاولت اجرب انه هذه العجينة راح تنفتح عندي لو لا. اذا في حال شيشتوا الكباب وانفتحت خلوا شوية نشا. بعد مرور نص ساعة اني كنت محضرة عندي طاوتين، اي طاوة او مقلاية للكباب وايضا للخضراوات. اول ما راح اخلي المقلاية او الطاوة على النار عالية الحرارة، ورا ما يحرحر عندكم الزيت حاولوا تنصون نص الدرجة. راح نجي نكور العجينة، يعني تحاولون من قبل ما تكورون العجينة حاولون تضغطون عليها كلش هواي تتأكدون ان هي متمازجة كل زين. ونحاول نشيش بالخاشوقة او بالشيش. اني فضلت اسوي الخاشوقة مقدرة يعني للناس اللي ما عندها، وداريد اوصل الفكرة باسهل ما يكون. وانا عندي هذه الطاوة المضلعة او المقلاية المضلعة اللي طلع شكل الكباب كلش حلو. بعد ما خليت الكباب مثل ما تشوفون يمكن منظره انه هي تستوي، وراها راح اخلي اكيد الخضراوات. انا دا اشيش الكباب ودا اخليهم، فما دام الدهن حار ما راح يلزق عندنا. البصل اني محضرته فراح اخلي بالبداية البصل واخلي الفلفل حتى اضمن انه لو اخلي مثلا الطماطم راح يذب مية. فاني اريد يعني مثل ما نقول اسرع ما يمكن، ونفس الوقت اضمن انه هو كانما مشوي. فمثل ما تشوفون انه اني احاول اوصل الفكرة باسرع شي وافضل شي لكم. رجعت اكمل واشيش الكباب لحد ما الكمية المطلوبة. شوفوا انتو شلون تريدوها. طبعا احنا عائلة صغيرة فاكيد ما راح نحتاج اكثر، فتبقى انتو كمية شلون تريدون. بنفس الوقت مخلية البصل ومخلية الفلفل على نار اكيد تكون متوسطة حتى اضمن ان هو يستوي. الخضراوات عفوا حسب ما اني اريدها. وهذا شكل الكباب بعد ما قلبته على الجهة الثانية. حاولت اوصل لكم اياها باسرع ما يمكن وافضل ما يمكن مثل ما نقول. وهنا الخضراوات اذا تشوفون شلون متحمصة شكلها فعلا يمي. فهذا هي طريقة الكباب المقلي، لكن فعلا الطعام مشوي. اذا حابين يكون مع الكباب بطعم الفحم فجيبوا لكم فحماية علقوها جمروها مثل ما نقول، وبعدين جيبوا وعاء صغير بزيت وخلوا بعد ما يستوي الكباب كليته خلوا الزيت بهذا الوعاء الصغير، ورجعوا جيبوا الفحماية وقبوا بالقبض او خلوا الخبز فوقه حتى ياخذ طعم الفحم. وهذا شكل الكباب تشوفوه شلون يعني قاعد يستوي شكله كلش حلو. وهنا الخضراوات بعد ما سوى البصل وطلعت البصل في صحن نحاس خليت الطماطم، وراح تشوفون شكلها بالنهاية شكلها فعلا كأنما مشوية والمنظر يشهي فعلا.
فإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، يا ريت ما تنسون الاشتراك في القناة وشاركوه مع الأهل والأصدقاء، وتكتبون بالتعليقات تجربتكم عن هذه الوصفة. إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله وصلتكم الفكرة بأبسط ما يمكن. نهاركم سعيد، تحياتي لكم وين ما كنتم، ويومكم كله صحة وعافية، آمين يا رب العالمين. وهنا عندنا طماطة تشوفوها شكلها يخبل، فعلا الطعم كلش رائع. فبعد ما خلصنا وقلينا كل شي، قررنا نحضر الطبق اللي هو طبق اليوم، طبق الكباب المقلي، لكن الطعم فعلا مثل الطعم المشوي. بعد ما تحتاجون تشترون من السوق سووا له هديتكم. هنا دا أصف الكباب، دا أخليه على الخبز. طبعا بنتي ساعدتني بالتصوير، لازمت لي خطية الكاميرا حتى أقدر أصور. وراح أخلي الخضروات، وأكيد أكيد الطعم فعلا رهيب كان، يعني ويا السماق ويا الطرشي. راح تشوفون الفيديو للنهاية. ويا استكانة شاي الكباب. طبعا أنا كل واحد احنا نقول البشر يعني أذواق بالطعام، بس أنا بالنسبة لي أحب الكباب أشرب وياه استكان شاي طرشي وحبشكلات العيد. فتابعوا الفيديو للنهاية، يعني الفيديو كلش حلو. بنهايته من راح تشوفون من راح يكمل الطبق فد شي كلش حلو. هنا الخضروات، الطماطة المقلية، وراح اخلي لكم السماق والطرشي. فيا ريت ما تبخلون باللايك وتفاعلكم مشاهدة الفيديو للنهاية. وإن شاء الله ألف عافية على قلبنا وألف عافية على قلبكم من السوا.